هنخلل مع بعض اللفت. اول حاجه انا سخنت الميه كويس جدا في الكتل وسبتها تبرد تماما. لازم الميه تكون بارده، ما ينفعش تحطي ميه من الحنفيه مباشره عشان هتعمل معاكي ريم. وحطيت في الخلاط بنجرايه قشرتها وغسلتها كويس جدا وقطعتها 4/4 وحطيتها في الخلاط. عليها 3 كوبايات من الميه، عليها 3 معالق كبار من الملح ومعلقتين كبار من الخل ونص معلقه من السكر. وهضرب كل المكونات دي مع بعض وهجيب العلبه او البرطمان على حسب الحاجه اللي انا هخلل فيها، وهبتدي احط عليها اللفت وهنزل عليها بالمكونات اللي احنا ضربناها مع بعض. وما تنسيش خطوة المية ان انتي تسخنيها وتسيبيها تبرد تماما، دي مهمة جدا، ده سبب نجاح المخلل عموما. وهتقفلي عليه برطمانك او علبتك كويس جدا وهتسيبيه على رخامة لمدة اسبوع، وبعد اسبوع هتفتحي عليه هتاكلي احلى مخلل واحلى لفت. هتلاقي الواحدة بوحدتها مش مهرية، وهتلاقي الملح مظبوط لان انتي حطيتي على كل كوباية مية معلقة ملح. بس معلقة السكر هتخليه مقرمش كده وجميل، والواحدة بوحدتها وبصت لونه بقى عامل ازاي، بامبا وجميل وبجد طعمه حلو قوي. ولازم المعلقه اللي انت هتحطي بيها اللفت لازم تكون ناشفه جدا، ما فيهاش اي ميه، ما تبقاش مبلوله، لازم تنشفيها كويس جدا عشان تحافظي عليه اكتر فتره ممكنه. وحطي بقى في تلاجتك وبس كده. باي باي.